محمد شريف يفاجئ الأهلي بهذا التصريح بعد قرار انضمامه لقائمة منتخب مصر. تابع ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق النجم المصري محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل. قال محمد شريف: الحمد لله ربنا كرمني بعد طول انتظار وتم انضمامي لمعسكر منتخب مصر. الواحد كان حاسس انه مقصر الفترة اللي فاتت اللي ما كنتش بنضم فيها للمنتخب، لكن الحمد لله ربنا مش بيضيع تعب حد. انا من اول ما جيت الدوري السعودي وانا شغال على نفسي كويس قوي، وعندي هدف وعاوز احققه، وهو اني اكون هداف للدوري السعودي. ليه لأ؟ انا قبل كده محقق هداف الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، وكان عندي استعداد لتحطيم ارقام كتير مع النادي الاهلي، ولكن رغبة مارسيل كولر مدرب الاهلي برحيلي عن الفريق انهت كل طموحاتي مع الاهلي. لكن قدر الله ما شاء فعل. انا الفترة دي مركز كويس قوي مع نادي الخليج، وكمان لازم اعمل حاجة مع منتخب مصر، وانا واثق جدا ان مستر فيتوريا مدرب منتخب مصر عنده قناعة بامكانياتي الفنية، وهنقدر نعمل حاجة كويسة مع بعض. في النهاية عايز اوجه رسالة لجمهور النادي الاهلي على الدعم اللي بيقدموه ليا. بشكرهم شكرا جزيلا سواء لما كنت موجود او لما مشيت، وبشكر جماهير الخليج السعودي على المساندة القوية للفرقة وليا أنا شخصيا. هذا ما قاله محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.